حبايبي مساكم الله بالخير والعافية، جمعة مباركة علينا وعليكم وعلى أمة محمد. اليوم حبينا نسوي تبسيء الباذنجان، لكن طريقتنا احنا نقولها التطبيق، يعني مو نقلي شوية. نستصعب الدهون علينا. فأخذنا باذنجانات 2 وطماطية واحدة وبصلاية. أخذنا الباذنجان نقطعه نقشره ونفرمه بالطول طوليا. بعدين ثرمناه وقطعناه، نثرم مراه البقية الخضار اللي موجودة، الطماطة والبتيتة والبصل، وكليته نجمعه جمعة واحدة بجدر واحد. بعد نحرق الزيت، نقلي البصلايات 2 3 يعني مو كلهم، بس الباقي الذبحنيات فوق الجدر حتى يعطينا طعم طيب مع الماجي. فثرمنا البوتيتة والطماطة والباذنجان وهاي البصل، قطعنا جوليان بالطول. ناخذ قسم نقلي وقسم لا هيجي نخليه فوق الخضار الموجودة، حتى نحب ريحة البصل ان تطلع طعمها كلش طيب مع الماجي، يعطينا نكهة كلش 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 طيبة. وهي بعدين قطعناه وكملناه، جمعناه كله بالكامل، الخضار الباذنجان مع الطماطة مع البوتيتة مع البصل مع سنين ثوم. قطعناه تقطيع كله، البوتيتة أقراص والطماطة أقراص أي دوائر، البصل جوليان طوال، الباذنجان قطعناه بالطول. بعد أن قطعناه وكملناه، نجيب الجدرية مالتنا ونصفطهن طبقة بطبقتها، أي طبقة الطماطة وطبقة البوتيتة، طبقة الباذنجان، طبقة البصل، فتصير على شكل طبقات. هاي بعد أن رصينا الطماطة، خلينا البوتيتة نرصها وحدة بالصفة الثانية، أي الطبقة الثانية نسويها. وبعد أن نسوي الطبقة الثانية ننزل عليها الطبقة الثالثة من الباذنجان والبصل، ونخليه على نار هادئة كلش، بسبيل انه ما ندير للمعجون هسه ولا المي، بسبيل انه يرتخي الباذنجان مع البوتيتة مع الطماطة، هو يمتص نكهة الطماطة، يمتص نكهة الخضار كلها بأكملها. ونرش البصل بالكامل حتى ينطينا الطعم. بعد أن رشيناه نخلي فوقه الطبقة الثالثة، وهي طبقة البوتيتة. تعطينا نكهة وطعم مع الباذنجان مع الطماطة، بس أنا ما حبيت أخلي لها فلفل بصراحة، يعني الفلفل شوية أنا ما أرغبه هالقد، ولا هو يعطي نكهة وطعم للجدر، بعض أولادي يحبونه، لكن بالنسبة لي يعني ما أحب الفلفل بيه، لأن أريد نكهة الثوم والخضار تبين عندي، يعطيني طعم كامل. أحب آكل الفلفل الأخضر مع السلطات مع الخيار وحده. فهاي بعد أن كملناها خليناها على الطباخ، نصينا حركة الطباخ وغطينا وطبقنا التمن، وهذا تمنا النص حركة الطباخ، يعني نصه 3/4 النص مالته النصي، في سبيل انه حتى يمتص النكهات والروائح الى ان نتركه يستوي بالكامل. ونغطيهن 2 ونتركهن قد ربع ساعة. بعد ربع ساعة ندير لها المعجون، خاشوقة المعجون نخلطها بالغلاص ونديرها الى الجدرية، وهذا تمنا منصينه بالكامل. هاي بعد ان كمل وامتص، شوفوا جماله وبس طعم ما وصفكم اياه، ما اقولكم شنو شلون نصت كليتها وصارت ثخينة. وهاي شوفوا
الطعم مالها روعة روعة روعة. وبعدين استوت وكملت الباذنجان مع التمن. حبينا أن نقدم غدا لنا، هواي التمن مع الباذنجان مع الطرشة والعنبة مع الفواكه والخيار. وإن شاء الله سهمكم العافية، منظر وشكل وطعم. وبديت أني أتغدى بيه واستلذيت كلش كلش طيب بصراحة. بصراحة التطبيق أحبه أكثر من القلي. وألف عافية، إن شاء الله تجربونه وندعونا. جربوا هاي طريقة التطبيق بدون قلي الخضار حتى لا يمتص دهن. بسم الله ما شاء الله تبارك الله، صلى على محمد وعلى آل بيت محمد. وسهمكم العافية. بسم الله ما شاء الله.